جه وقت عليكي قلتي اشمعنى ابو نمير عبود، وجه وقت قلتي اه ما هو دي ناس وناس. هيش. فقلت له حتى وانا في صلاتي بقول له ايه، انت وعدت ووفيت بوعدك، انا ما عرفتش اوفي بوعدي، فخليني اعرف اخد الخطوه ان اكلم فيها الاستاذ هاني. قلقانه جدا مش عارفه ايه فيه. يعني انا في العادي، يعني حتى لو انا بمشي في مجموعه ناس معديه عشان هم اللي يعدوا، مم. مم. ببص الناحيه التانيه ما لفتش نظري غير صوت عارف فرامل العربيه لما تبقى عربيه ماشيه سريع جدا وبتكحت في الارض علشان تقف. مم. ما لقيتش نفسي غير ان انا ببص للعربيه وشريط حياتي بيعدي قدامي وشايله هم ابني اللي مرمي في البيت ده فيها، وحاطه ايدي. مفروض لو بني ادم والشكل المنظر الحادثه اللي انت شفتها دي بني ادمه هتطير مش هتعيش. حرفيا انا وقفت مكاني، العربيه انا مش عارفه ايه اللي حصل، وقفت مكاني كاني رجلي متمسمره على الارض، بكلم اللي جنبي بقول لهم هو انا عايشه؟ والبني ادمه لسه عايشه. انت متخيل الصدمه ممكن تقعد 3 شهور؟ كنت جايه على رجلك كنت هتمشي في ثلاجه. حد شايل معاك الخبطه؟ يعني واحد قال لك يعني اقلها ثلاجه، والتاني يقول لك يا انت يا البيبي، راح قال لها انت حبيبتي هتفضلي حبيبتي وعبودي جدع. عبودي. وان انت ليك ناس. وللامانه يعني انا غلطت في حقه، انا قلبت الصوره بتاعته. يا نهارك مش فايت. تمام. زعلت جدا. شكلك على فكره مختلف تماما عن قبل كده. آه، قوي ليه مش عارف. ما انا بتغير، انا ما حدش يتوقعني. حصل لك ايه؟ انا ساعتها يعني ما كنتش حاسه برجلي بعد الحادثه. طلعت سليمه تماما في شرخ رجلي. ما ايه اللي حصل؟ زرقان في رجلي مكان خبطه العربيه، في رجل واحده فقط. بس. قعد معايا لمده 3 شهور. ساعتها سجلت مع حضرتك قلت لي بقول لك انا لسه انا الحادثه دي من 3 شهور ولسه الزرقان موجود. ايوه. انا فاكره كلمه حضرتك قلتها لي، تقريبا دي علامه ابونا مينا عبود بيفكرك بيها لحد ما تسجلي وهتختفي. ما كملتش وبعدين 15 يوم بعديها وحرفيا اختفت فعلا. ما كملتش ايه؟ 15 يوم بعديها، ما كملتش اسبوعين، 10 ايام كده يعني. يعني ابونا مين عمل اللي عليه. اوكي. بالظبط. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بحضراتكم في الهنا القوي. اتعرف بيك يا فندم. انجي من المنيا. دكتوره انجي اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. سجلنا قبل كده يا فندم. اه دي تاني مرة ليا في إلهنا القوي. وتاني ميعاد لينا مع أبونا مين عبود أهو. تاني ميعاد مع ابونا مين عبود. نفكر الناس بالحادثه الصعبه اللي حصلت لك، وانت كنت حامل ومش عارف انك حامل، وبعد كده بعد الشر يعني قالوا ليك، قالوا لاهلك حضروا لها صندوقها ديت. ده حقيقي. ديت خلاص يعني. اه دي يعني هي حادثة شنيعة. حتى الدكاترة كانت بتقول إن دي ما كانتش المفروض تعيش تاني من غير ما يعرفوا إن أنا حامل. ده أنا كنت مسافرة تبع شركة تبع الشغل بتاعي، والشركة في التجمع، شوارع التجمع والقاهرة واسعة جدا. فمفروض إن أنا بعدي شارع واسع من قدام الشركة. كنت قلقانة جدا. كنت عمالة انادي على العذراء وابونا مينا عبود. عديت اول شارع، وصلت الاول تلتوار، والتاني خبطتني عربية هي اللي وصلتهولي بقى الناحية التانية. طيرتك. ف- هي اللي طيرتني، هي اللي وصلتني بقى، هي اللي وصلتني للتلتوار التاني. يعني كتر خيرها ما عملتش اي مجهود يعني. ودي كانت بالنسبة لك أزمة كبيرة، وكنت لوحدك، ما كانش معاكي كنت حد لوحدي. تقريبا. دي حقيقة ما كانش معايا حد وكنت لوحدي، وبالصدفة حد من الشركة اتصل بيا، بلدياتي برضو من المنيا. ردوا عليه قالوا له صاحبة التليفون دي عاملة حادثة. جه أخدني وداني المستشفى. الدكتور قال له باللفظ كان في تقريبا من كام يوم واحدة كانت بتعدي الشارع حصل لها كسر في العمود الفقري، وكان في أنا شفت قبليها وأنا رايحة الشركة حد توفى في نفس الموضوع، عامل ديليفري. مم. فالدكتور قال انتي لو واحدة غيرك كنت هتروحي في تلاجة. يا رب يسوع. اه.
كان الموضوع يعني يخوف لوحدي، وأول مرة يعني أتحط في موقف زي كده. الدكتور شاف، عملت أشعة كاملة على جسمي. الدكتور شاف قال لي في بؤرة ناحية البطن، لما تروحي تشوفي بقى دكتور بطنة. ساعتها كان في حد عامل في المستشفى قال لي انت شكلك حامل، واحدة يعني بتشتغل هناك. رحت مم. لدكتور النساء، قال لي ما هي حاجة من الاتنين، يا إما انت اللي كان يحصل لك حاجة، أو على الأقل كان يحصل حاجة للجنين اللي في بطنك. طلعت حامل في الشهر التاني، يعني خلصت الأول وكنت بادئة في التاني. ده المفترض ان الحامل في الشهر التاني ما بتعملش حاجة، وبعض الاحيان بتنام على ظهرها 3 شهور وما بتتحركش. لكن الحادثة دي طيرتك، يعني انت كل على بعضك طلعتي زي البالونة كده، بالظبط. واتخبطتي واتهبدتي وطلعتي. يعني بعد الشهر المفروض الواحد كان يعيش ازاي ده؟ هي حتى لو من قبل اتخبط، انا العربيه ودتني وقعت واتهبت وركبت قطر وجيت وبتاع. يعني حتى بعيد عن الموضوع ده كله، المفروض في الشهر الاول الناس بتبقى هاديه شويه، مش اه بالحركه دي. بالظبط بالظبط اه. اه. فالمفروض بقى ان هو الدكتور قال لي كده لفظا: انت لو ما كانش حصل لك حاجه، اقل ما حاجه تحصل ان الجنين ده يحصل سقط. طيب نطمن عليكي في الاول بقى، حصل لك ايه ساعتها؟ انت جسمانيا حصل لك ايه؟ انا ساعتها يعني ما كنتش حاسه برجلي بعد الحادثه. طلعت سليمة تماما، في شرخ رجلي. ما ايه اللي حصل؟ زرقان في رجلي مكان خبطة العربية، في رجل واحدة فقط. بس. قعد معايا لمدة 3 شهور. ساعتها سجلت مع حضرتك، قلت لي بقول لك انا لسه، انا الحادثة دي من 3 شهور ولسه الزرقان موجود. ايوه. انا فاكرة كلمة حضرتك قلتها لي: تقريبا دي علامة ابونا مينا عبود بيفكرك بيها لحد ما تسجلي وهتختفي. ما كملتش وبعدين؟ يوم بعديها وحرفيا اختفت فعلا. ما كملتش ايه؟ 15 يوم بعديها، ما كملتش اسبوعين، 10 ايام كده يعني. يعني ابونا مين عمل اللي عليه؟ بالظبط. طيب احنا ليه ساعتها قلنا السبب ابونا مين عبود؟ ليه ابونا مين هو السبب في المعجزة؟ بص، هو انا ساعتها قبل ما اروح الشركه كنت شفت العامل بتاع الدليفري دي، وحقيقي اتأثرت بالموقف والمنظر اللي انا شفته. وقبل ما اعدي كنت بنادي عليه وعلى العذراء. حضرتك شفت عامل الدليفري في نفس اليوم اتوفى؟ اه. يعني في كان نفس اليوم الحادثة؟ دم كده، دم كبير كتير، بموتوسيكل اسعاف وشرطه وبتاع. فالموقف كان باين عليه ان هو خلاص. يعني ساعتها في نفس اليوم حصلت حادثة، وفي نفس اليوم الحادثة بتاعتك، يعني شفت بعينيكي حد مات، وفي اه. نفس الوقت انت ذاتك بعد، يعني بعد الشر، كنت على وشك يحصل لك حاجة وحشة. ايوه. والخبطة اللي اتخبطتيها محدش كان ممكن يتخيل انها هيبقى زرقان، بس يعني ازاي دي؟ صدقني انا الدكتور قال لو ما كانش هيبقى في ثلاجه كانت تبقى شرايح ومسامير، بالاخص ان انا اساسا عندي نقص كالسيوم. انا من ساعه ما اتولدت تقريبا ما بشربش لبن، فبعاني من نقص الكالسيوم من صغري يعني. فما اقل، المفروض اقل وقعه كانت تحصل لي حاجه. مين بيعيط فانا جنبك؟ ابني اللي حصلت معاه المعجزه التانيه اللي انا بكلم حضرتك عليها. هذا صوته. اه. احنا حاولنا نسجل كذا مرة وأجلنا كتير جدا. بعد كده قلنا لما ينام نسجل، بس ابونا مين عايز يطلع صوته، خلي بالك. مم. انا عايز بحاول يقول. من بدري، ده انا بحاول فيه من بدري انه ينام. وكذا مره لما كنا بنأجل كان هو فعليا كان نايم ساعتها. مم. طب احكي لنا ايه اللي حصل بعد كده. تمام. انا بعديها قضيت شهور حملي زي الفل. جت في الشهر الخامس تعبت تعب آه يعني مش عارفه اوصف ان نفس مش قادر يدخل، مش عارفه اتنفس. لا نافع معايا تكييف ولا نافع معايا مروحه. كنت حاسه ان حرفيا ان انا هموت. انا صحيت جوزي من جنبي، كانت الساعه 5 الفجر. قلت له طبعا مفيش دكاتره دلوقتي، الدكتور اللي انا بتابع معاه من المنيا سنتر، بيني وبينه حوالي ساعه ونص. صحيت جوزي وقلت له ساعتها انا حاسه ان هموت. انا مش عارفه اخد نفسي خالص. كنت قبليها بعافر بقى مع نفسي، بحاول اخد نفسي. مم. فطبعا قلق وقال لي طب نروح للدكتور الساعه 5 الفجر، مش عارفين نعمل حاجه. فساعتها بقى لجأت لابونا مين عبود. للمرة التانية؟
المرة التانية قلت له بص أنا يمكن أول مرة اتأخرت عليك في أول معجزة وما قلتش، بس المرة دي أنا أوعدك وقت يعني تخليني أعرف أخد نفسي أقف. أنا عندي ابني 5 سنين وأنا لو حصلت لي حاجة ده مش هيعرف يعمل حاجة ابني ده. فأرجوك خليني أحس بتحسن، أنا تعبانة، لا في دلوقتي مع الدكتور لا في مستشفى لا هعرف أتحرك ولا أي حاجة. ما كملتش 5 دقايق لقيت نفسي مرتاحة. فقبل ما انام بقى الشك، فبقول له لو انت فعلا سبب المعجزة دي خليني انام واحلم بيك. مم. نمت حلمت بيه في واقف في كنيستنا وانا نازلة من سلم مبنى كده بتاع خدمات، فبقول له يبقى انت اللي خلتني ابقى كويسة. فراح قال لي انا جيت لك انا جيت لك انت مخصوص بس انا ما كنتش جاي لك. وكان واقف جنب الباب بتاع حمامات الكنيسة. وانا هقول لك على حاجة تبع الموضوع ده. تمام. فبقول له طب جاي ليه؟ راح رشم الصليب على حمام الكنيسة. مم. تمام. فكده ايقنت بقى ان ابونا مين عبود هو اللي خلاني ابقى كويسة. فبقى ملازمني بقى طول فترة حمل. للأسف الشديد بعديها بشهر أنا طول فترة حملي الحمل ماشي مظبوط والدنيا تمام جدا. اكتشفت الدكتور رحت له قال لي في مشكلة في الراس، مفروض عظمة الراس اللي بتبقى هنا للجنين بتبقى مفتوحة علشان خاطر المخ يكبر مم. وبتتقفل بعد ما يتولد تقريبا ب4 شهور. فأنا اتولد يعني وهو في بطني اتقفلت. ده واد راح قال دماغه ناشفة. جدا. فبعديها راح الدكتور قال لي روحي عند دكتور فلاني الفلاني اعملي 4D كمان عشان نتأكد. كانت الساعة 9 بالليل وكنت لوحدي. رحت للأسف أكد لي الكلام، فعلا انت العظم بتاع الراس اتقفل. وشخصهولي كده اللي هو حاجة يعني حاجة علمية فيما معناه هيبقى في إعاقة مم. ذهنية أو هيبقى متخلف عقلي. كده. تخيل. يعني هو الدكتور بتاعي انا قال لي مشكلة بسيطة وبعد ما يتولد ممكن مش عارفة ايه تروحي لجراحة مخ وأعصاب أطفال وتتفتح بمشرط. خففها لي. بس طبعا أنا قريت عن الموضوع ده لقيت لا شكل الراس كويس لا المخ هيكبر كويس. فلك أن تتخيل إنك تسمع الكلمة دي إن أنت حامل في الشهر، إن أنا حامل في الشهر السادس أو السابع، يعني مش هينفع إجهاض. والدكتور هو نفسه أنا سألته قلت له أنا عايزة إجهاض وقال لي لا أنا مش هعمل كده. و... واتنين أكدوا لي إن ده هيطلع فيه إعاقة. سؤال بقى، ماذا فعلتي مع ابونا مين عبود ساعتها؟ قلت له ايه؟ آه، أنا ما حسيتش بنفسي غير إن أنا ببكي. بقول له يا رب لو يا ماما العذراء ده اعتبريه ابنك. يا ابونا مينا عبود انا زي بنتك. فلو ده زي يعني لو حفيد اكيد انت مش هتسيبه كده. لو ده ابن بنتك اكيد انت مش هتسيبه كده. وبكاء رهيب. اتصلت باللي اعرفه ومن اللي اعرفوش عشان خاطر يصلي لي. اتشفعت ساعتها ماما العذراء وابونا مينا عبود والانبا برو. قلت لهم انتوا في ايديكم الموضوع ده. ولو ان انا كان برضو جوايا شك انه كان ممكن الموضوع يحصل فيه حاجه لان انا خلاص يعني انا في السابع مثلا وخلاص فاضل لي شهر ولا شهرين واولد وخلاص وتاكدوا لي يعني. طب معلش يعني، انت طرتي من فوق العربية وكنت حامل، وبالرغم من كده حبة زرقان في رجلي خفيفة، بعد كده الولد يفضل موجود وزي الفل، هيجي بقى ساعة الولادة بقى تحصل مشكلة؟ يعني اللي آه واقف معانا في الصعب ده كله والأصعب بكتير نجي في الحتة دي ويقف. هي دي حقيقة. هو انا ايماني ما كان يعني كان ضعيف لدرجة ان انا الطب بيقول لي فاهمني. انا مم. دلوقتي سامعة دكاترة وبعت يعني الفور دي لدكاترة تاني بتاعت اطفال. مم. قالوا لي ايوه وابتدوا ايه يهيئوني ان في عملية هتحصل بعد الولادة. تمام. فللأسف يعني أنا صدقت إن ممكن ده يحصل مم. واتسبت لحد آخر لحظة. الطفل ده هيطلع فيه إعاقة. وقبل ما أولد بيوم وأنا ببكي بقول يا رب هاتها من عندك أنت موته. يا ساتر يا رب. صدقني
انا عارفه ان دي تجربه صعبه وانا مش هقدر عليها، فهاتها من عندك انت وموته. انت متخيل؟ على فكرة الواد بس مش دماغه ناشفة بس. كملي. فبعديها انا ولدت في وقت مش معادي. تمام. تعبت جدا. الدكتور مفروض ان هو، يعني انا رايحه طوارئ، مم. اتاخد يعني اخد بنج صحي. انا كل همي وفي ذهني ان انا عايزه اشوف الطفل وهو طالع، اشوف شكل راسه ايه. مم. وبالفعل انا طبعا مش حاسه بالبنج بس صحيه وشايفاه. مم. شفت فعلا راسه عاليه، يعني هو اتولد من هنا وراسه عاليه من هنا. قلت مم. بس هو كده فعلا، يعني مفيش معجزه حصلت. الدكتور ده كان عنده هو كريستيان، وفي كذا صوره في اوضه العمليات، ماما العذراء وبابا يسوع وبتاع. فانا شفت ماما العذراء قلت لها ايه هو ده اللي انت اللي انا قلت لك عليه، شكرا. بعد كده ما حسيتش بنفسي غير مم. وانا بره في الاوضه. مم. اول ما طلعت قلت لماما شفتي راسه؟ قالت لي ماله جميل. قلت لها لا، راسه مش حلوه فعلا، شكلها مش حلو. وفعلا كانت عاليه، ده انا شايفاها وانا جوه. راحت سكتت. جت دكتوره الاطفال جت كشفت عليه بعد ما اتولد. مم. قالت لي لا 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 لا، ايه الاشعه بتقول كده؟ مستحيل يكون ده اللي كاتبين عليه في الاشعه ده، بصي. وابتدت تدوس على راسه، لقت الفتحه بتاعت الراس موجوده، بس العظمتين ما اتقفلوش، لا العظمتين فوق بعض. ارحم شوية. ارحم شويه. بقول لها طب ده في حاجه؟ قالت لي لا، ده كل ما راسه بتكبر وبالنوم راسه هتتدور وهتتفتح. مم. هو كده مش ارحم، ده هو كده يعتبر طبيعي. مم. ما صدقتهاش. دي رحت بعد ما رجعت البيت قعدت اسبوع، رحت لدكتوره تانية. قالت لي شافت الاشعه، قالت لي الاشعه دي ترميها، الاشعه دي مش حقيقيه. اقول لك على حاجه، دي معجزه ان يبقى دكاتره كبيره زي اللي مشخصه لك دي، واشعه 4 دي، يعني الدكاتره قولي مشخصه غلط، جهازين 4 دي قايل نفس الكلام بنفس التشخيص، وفي الاخر يطلع طفل طبيعي بالمنظر ده. الواد ده مبروك. ده حقيقي. الواد ده مبروك بجد. ده حقيقي. انا يعني شوف حاله، هو اتبدل من بين واحد عنده اعاقه ذهنيه لانسان طبيعي. مم. تقولي ايه بقى لابونا مين عبود؟ لا ده ابونا، انا نفسي بجد نفسي اروح مزاره عشان ابقى جزء من اللي هو بيعمله معايا. وخلي بالك ده، انا دلوقتي لسه كنت بقول له انت ما نجمتش الولد ده، انا زعلانه منك، ده انت مش عايز نسجل. لا هو بصراحة يعني انا انا كنت ما مقصر اتغيرتش. معاكي، لا انا مقصر. وانا كان وقتي ضيق، وبعد كده تقولي لي اقول لك حاضر ونأجل، حاضر ونأجل. والنهارده وانا صممت بقى. مم. النهارده صممت بقى. هو ابونا مينا عبود، انا كنت بقول له بعد ما الولد ده بقى كويس، قلت له تصدق فعلا هو حفيدك، لان انت ما رضيتش انه يطلع متخلف. لا ازاي؟ هو فعلا حفيدك زي ما انا قلت لك. عايزين نشوفه بقى. عايزين نشوف هذا الولد اللي دماغه حديد دي، نبص عليه ونسلم عليه وناخد بركته. استنى اجيبه لك طيب. اوكي. احنا بيتنا برد شويه فانا مكلفتاه اهو. باسم الصليب عليك يا ولدي يا ولدي. اسمه ايه؟ جون... عسل. اسمه جوناثان. جوناثان. ازيك يا جوناثان، عامل ايه؟ اخبارك بدور على الصوت. اه، عامل ايه يا صديقي؟ هو ده بقى سبب المعجزه، حصلت معايا معجزه. انت واد مبروك من يومك، وربنا محافظ عليك وانت ببطن امك. ولما طلعت ربنا محافظ عليك وهيفضل محافظ عليك. ده نذير الرب، ده يتحكى قصته ان الله انقذه كتير. ده حقيقي. ده حقيقي. ربنا يخليهولك، ودايما ربنا عامر بيكم ويتربى في عزكم. وصار يوناثان ابن لابونا مين عبود شهيد العريش. ده حقيقي. ده حقيقي. انا كنت بقول حتى انا نفسي اشوفك تاني، نفسي اشوف ابونا احلم بيه تاني،
عشان اقول لك مدى حبي ليك اكلمك. نفسي اقول لك انت عملت معايا معجزة، بدلت حالي وحال طفل وحال اسرة بحالها. انا جدع. عايزة اقول لك ان انا كنت بدور على الدكاترة من قبل ما اولد، مين اللي هوديهوله وهروح فين واجي منين، فاهمني؟ ما هو عمل بقى الواجب معاكي. اه. نرجع بقى للحمام، ايه بقى الموضوع الحمام؟ طب ثانية واحدة اوديه واجي. ماشي. اوكي حمام اتفضل. الكنيسة اوه دي حاجة صعبة قوي. زي كده. اه. فابونا مينا كان جاي علشان خاطر آه يعني الموضوع ده، فما كانش اه. جاي لك، فقال لك انا مش جاي لك انت، جاي لحاجة تاني ما كنتش جاي لك انت. قال لي مش جاي لك انت. شوف يا ابونا مينا بيشغل نفسه بايه وعشان خاطر ايه راجل صعيدي، راجل صعيدي ما بيسيبش حد. ايوه ده حقيقي. وده يخلينا نقول للناس ان ابونا مينا جدع وثق فيه، وهو يعني مش هينفع يسيبك، ده حقيقي. ما انا ينفعش يسيبك. ده حقيقي. انا بقيت واثقه خلاص ان انا في حد ماشي معايا على طول. يا 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 بختك بصحوبية ابونا مينا معاكي، ويا بخت جوناثان. يا بخت جوناثان انه يبقى من هو لسه في اللفة من ولاد ابونا مينا عبود. دكتورة انجي، نورتينا في إلهنا القوي. ربنا يخليك. وعلى ما أعتقد إنك لسه ليكي حلقة تالتة في إلهنا القوي. انا واثقه. انا واثقه، ده انا بحجزها معاك من دلوقتي من قبل ما اي حاجه تحصل. أبونا مينا كده لما بيقعد مع حد بيبقى بيربع، بيقعد كده ويسكن ويربع ويصاحب ويبقى بقى في الأحداث كلها موجود. اكيد. نورتينا يا فندم في إلهنا القوي، ودايما عامل بيكم ويتربى في عزكم. وبفكر الناس بالانتساب لقناة إلهنا القوي للأهمية. وشكرا لتعبك معانا، وأنا ربنا. منتظر الحلقة الثالثة لما يفعله أبونا مينا عبود معك. ان شاء الله. منوراني يا فندم. ربنا يخليك. شكرا يا إنجي. مع السلامة. يلا. مع السلامة. باي. سلام.